السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة زوجكم جي أسامة جمال، حلقات أولى ثانوي أحياء. زعلان منكم والله بصراحة يا بتاع أولى ثانوي، علشان مقصرين معايا في الدعم، وليه مش بتشاركوا الحلقات في الجروبات بتاعت أولى ثانوي مع أصحابكم على الواتس، مع أصحابكم على الفيس، جروبات المدرسة أيا يكن. ليه مش بتعمل كده؟ الحلقات بصراحة دسمة جدا، مليانة أسئلة قوية جدا على طريقة النظام الجديد، فأتمنى إن انتوا تشاركوا الحلقات دي مع أصحابكم. الحلقة النهاردة من أقوى حلقات الباب، أقواهم جدا صراحة، مقسومة نصين، عن الأيض التمثيل الغذائي وعن الإنزيمات. حلقة مهمة جدا لازم تكون مركز فيها. هننزل بانترو، وانت كمان بتنزل تعمل ايه؟ تظبط لايك، شير مع اصحابك. لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة، تكون فعل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. ننزل بانترو ونرجع نكمل. يعني ايه ايض؟ يعني تمثيل غذائي. يعني ايه برضه؟ يعني انا كلت حته لقمه عيش، مين اللي هيخلي لقمه العيش ديت اللي هي النشا، اللي هي البوليمر كربوهيدرات، لحد المونيمر الصغيره الجلوكوز، لحد الاي تي بي في الاخر؟ الايض. ازاي؟ عن طريق الانزيمات. لكن الاول تعال نمسك الايض. هو عباره عن عمليتين: عمليه هدم بالدال وبناء. تمام؟ الهدم بالدال غير الهضم بالضاد. ايه الفرق بقى؟ بالراحه خالص، الاول نقول الهدم والبناء وبعد كده نقول الهضم. الهدم هو ان انا بكسر مركب واطلع لك طاقه كان اسمها ايه؟ اي تي بي، ادينوزين ثلاثي الفوسفات. تمام. والبناء هو ان انا بجمع حاجه مع بعضها بس باخد طاقه عشان اقدر اجمع الكلام ده كله مع بعض. تمام. يبقى تاني، الهدم بيدينا طاقه اي تي بي، البناء بياخد طاقه اي تي بي. يبقى تاني الهدم بيعمل ايه؟ بهدم، بكسر الروابط الكيميائيه ما بين المركبات عشان احللها لمركبات صغيره واطلع لك طاقه من التكسير ده. البناء هو ان انا بجمع بقى اللي انا كسرته ده، عشان يعني مثلا اديك مثال مفيد. دلوقتي انا اكلت بروتين ده عايز اكسره لاحماض امينيه. تمام. الاحماض الامينيه ديت عشان انا اكسرها بطلع لك طاقه، بكسر كده الاحماض الامينيه جنب بعض، الروابط البيبتيديه، ماشي، وطلع لك الاحماض الامينيه. انا كده بطلع لك طاقه. مش قصدي على الاحماض الامينيه الطاقه، لا، انا قصدي انا بطلع لك الاحماض الامينيه ومعاها طاقه. تمام. انا بقى في البناء هجيب الاحماض الامينيه ديت وابني التسع انواع اللي مش عندي. روح افتكر وراجع الحلقه، 9 انواع مش عندي، فانا كده باخد انواع الاحماض الامينيه وبقعد ابني عشان ادي لك بروتين. انا كده ببني، باخد انا طاقه عشان ابني. تمام. الهضم بقى، الهضم هو المعده بتشتغل، بتكسر بردك الروابط الكيميائيه ما بين المركبات، ولكن ده تكسير وده تكسير، ولكن انا هنا بحتاج طاقه عشان اشتغل. المعده انا هكسر لك بس انا عايزه طاقه، لكن هنا انا بكسر لك وبديك طاقه. عارف الفرق؟ ايه بقى الفرق ما بين الهدم والهضم؟ مش الدال والضاد. سوري معلش. الهدم والهضم الفرق ما بينهم ايه؟ الاثنين بيكسروا، ولكن هنا انا بكسر بس بديك طاقه، هنا انا بكسر اهو هنكتبها برضو تكسير، ولكن محتاج طاقه. يعني زي البناء بالظبط بيحتاج طاقه، ولكن البناء بيبني. زي الهدم بالظبط، بس الهدم بيكسر، ده بردك بيكسر، لكن ده بيديني طاقه، بيطلع لي طاقه، دوت بايه؟ بياخد طاقه. يجي يقول لك الهضم هو عمليه فيها صفات مشتركه من عمليتي تمثيل الغذاء، الهدم والبناء. وضح ذلك، عشان انا هنا بكسر، هنا بكسر، هنا بيطلع لي طاقه، هنا باخد طاقه، هنا باخد طاقه، هنا باخد طاقه، بس هنا بكسر، هنا ببني. تمام. خلصت الليله دي، سهله جدا. الانزيمات. الانزيمات دي مهمه جدا. يعني ايه انزيمات؟ انزيمات هي حاجه تحطها بتسرع لي العمليه. تسرع لي عمليه ايه؟ اي عمليه، عمليه التفاعل عموما. يعني مثلا عندي عمليه تكسير جزيء، العمليه دي هتاخد ساعه، لو حطيت عليها الانزيمات تاخد 10 دقايق. يا نهار ابيض. انزيم اقول لك عندي عمليه، تمام، العمليه ديت عشان تتم عايزه مثلا 1000 كالوري. الكالوري ده هي وحده الطاقه. تمام. انا لو حطيت لها الانزيم تاخد 100 بس. يا نهار ابيض. زي ما بقول لك كده. طب تعال نشوف الخصائص ديت، وهنا يبقى في شويه جرافات قويين جدا. الانزيمات بروتينات. ايوه، فاكر لما احنا قلنا ان كل البروتينات، كل الانزيمات بروتينات، ولكن ليس كل الهرمونات بروتينات. ارجع راجع الحلقه ديت. تمام. يعني الانزيمات بروتينات، يعني الانزيمات احماض امينيه، يعني الانزيمات فيها CNHO. ايوه، تمام. متخصصه. يعني ايه متخصصه؟ يعني انزيم اسامه ما يشتغلش غير على اسامه بس.
انزيم احمد ما ينفعش يروح لمثلا حمدان. يعني لو في سمر وسمير، انزيم سمر يروح لسمر بس وما يتلخبطش، وانزيم سمير يروح لسمير بس وما يتلخبطش. طب لو انا كتبت الاء بالانجليزي، الاء وعلاء نفس الاسم، الانزيم بتاعهم يعرفهم. انت علاء انا هروح لعلاء مش هروح لالاء، انت الاء انا الانزيم بتاعك انت بس مش هروح لعلاء. فاهمه؟ يبقى الانزيم متخصص جدا. يعني ايه متخصص؟ يعني ما بيمسكش غير في اللي شبهه واللي عارفه. الانزيم بيمسك في حاجه اسمها ماده الهدف. ماده الهدف، تمام؟ ماده الهدف ديت هي ديت الانزيم بيمسكها، بعد كده بيخش التفاعل، بعد كده بيغير فيها، تمام؟ فماده الهدف ده بالانجليزي اسمه السبستريت. لو انا السبستريت شكله عامل كده يبقى الانزيم شكله عامل كده، عشان يمسكوا في بعض. يمسكوا في بعض يبتدي التفاعل لحد بعد كده ينتهي التفاعل، الانزيم يخرج زي ما هو لكن ماده الهدف تتغير، تمام؟ لو الانزيم مثلا عامل كده يبقى سوري، لو الهدف عامل كده يبقى الانزيم برضك عامل كده، يمسك فيه ويخش ويتغير، الانزيم يطلع زي ما هو والثاني يتغير. لو ماده الهدف عامله كده يبقى الانزيم عامل زي كده، يخشوا التفاعل، الانزيم يطلع زي ما هو لكن ماده الهدف يحصل لها تغيير. ماشي؟ لو مثلا ماده الهدف عامله كده يبقى الانزيم عامل كده، يخش كده اهوت وبعد كده يخش التفاعل، بعد كده الانزيم يطلع زي ما هو لكن ماده الهدف تتغير. ديت حاجه اسمها بقى ايه؟ اسمها نظريه القفل والمفتاح. عشان المفتاح يخش في القفل ويفتحه ما يخش في قفل تاني. بالظبط نفس ايه حوار الانزيم. الانزيم دوت ليه قفل معين، لو دخل فيه وفتحه ما يعرفش يخش في اي حاجه ثانيه ويفتحه، تمام؟ يبقى قلنا ان البروتينات قلنا انها متخصصه، فهمنا يعني ايه متخصصه. نظريه القفل والمفتاح تزيد من سرعه التفاعل الكيميائي دون ان تتغير او دون ان تستهلك. يعني ايه؟ يعني قلت لك مثلا ان دوت ماده الهدف وده الانزيم دخلوا في بعض، هيخش التفاعل، الانزيم يخرج سليم زي ما هو لكن ماده التفاعل تتغير، تمام؟ يبقى الانزيم انا بخش التفاعل هغير فيك وهقويك وهسرعك، ولكن انا ما ينقصش مني نقطه وهخرج سليم زي ما انا. طبعا ماده التفاعل حصل لها اللي حصل لها بقى، اتكسرت، اتغيرت، زاد لها حاجات، نقص لها حاجات، ايا يكن، تمام؟ لكن الانزيم ثابت. ايه حوار طاقه التنشيط ده بقى؟ انا عندنا كيرف او جراف. قبل اي حاجه قلنا لازم نبص على السينات والصادات، التفاعل وطاقه التنشيط. يعني انا عندي تفاعلين، تفاعل بالاخضر وتفاعل بالازرق. تفاعل عنده طاقه تنشيط كبيره جدا وتفاعل عنده طاقه تنشيط صغيره شويه. قال لك ان التفاعل اللي بالاخضر ده هو التفاعل الحقيقي، لكن التفاعل اللي بالازرق ده التفاعل وحطيت عليه الانزيم. معنى كده ان الانزيم بيقلل من طاقه التنشيط؟ بالظبط. يعني الكيرف ده بقى هيتكرر معاك كتير. اول لما تشوف الكيرف ده التفاعل طاقه التنشيط تعرف ان ده كده الجزئيه بتاعت تقليل طاقه التنشيط دوت. قال لك مثلا ده مين وده مين، ده التفاعل لوحده، ده التفاعل مع الانزيم. ليه؟ علشان لما حطيت الانزيم قلل طاقه التنشيط. يعني مثلا بص طاقه التنشيط دي هنا عاليه جدا، لكن لما حطيت الانزيم بص طاقه التنشيط وصلت لفين؟ بقت قليله جدا، تمام؟ الكيرف ده او الجراف ده على النقطه بتاعه سرعه التفاعل. قلنا ان الانزيم بيزيد من سرعه التفاعل دون ان يتاثر، تمام؟ انا عندي تفاعل اهو كان واخد طاقه تنشيط عاليه جدا، حطيت عليه الانزيم بقى قلل طاقه التنشيط وبقى واخد طاقه تنشيط قليله جدا، تمام؟ يعني مثلا لو مشغل مصنع ب 500,000 لمبه، لو حطيت الانزيم هشغله ب مثلا 10,000 لمبه بس. ده كده الانزيم وطاقه التنشيط. ماشي ببطء السلحفه، حطيت عليه الانزيم لقيته شبه الارنب. اي نعم السلحفه هتكسب في الاخر بس معلش يعني، تمام؟ دلوقتي انا عندي تفاعل حطيت عليه انزيم، التفاعل هيزيد. حطيت انزيم تاني التفاعل هيزيد اسرع. فضلت اكب بقى بالانزيم كتير جدا، التفاعل هيحصل له ايه بقى؟ هينفجر في وشي ولا ايه اللي هيحصل لي؟ لا، قال لك عندك التفاعل ده جراف، لازم نبص على السينات والصادات، تركيز الانزيم، سرعه التفاعل. قال سرعه التفاعل، حطيت انزيم كانت سرعه التفاعل بطيئه جدا، حطيت انزيم سرعها، حطيت انزيم تاني سرعها، حطيت انزيم تاني سرعها، حطيت انزيم تاني سرعها، لحد ما وصلت دوت النقطه دي والنقطه دي. النقطة دي هي أسرع سرعة تفاعل، ما عليتش تاني بعد كده. النقطة دي هل هي أكتر كمية تركيز؟ لا، أنا عمال بزيد بعديها بزيد بعديها بزيد بعديها بزيد بعديها. فالنقطة دي بقى اسمها إيه؟ نقطة التشبع. يعني إيه نقطة التشبع؟ يعني التفاعل كفاية ارحمني، أنا مش قادر أجري أكتر من كده. مهما ما تزود في التركيز بتاع الإنزيم سرعة التفاعل ثابتة. يعني ايه بقى نقطة التشبع؟ نقطة التشبع هي نقطة التي تصل إليها سرعة التفاعل إلى أقصاها
وكل ما نزود في تركيز الانزيم سرعة التفاعل ثابتة. طيب قبل نقطة التشبع كل ما ازود تركيز الانزيم كل ما سرعة التفاعل تزيد. طب لو وصلت لحد نقطة التشبع كل ما ازود في تركيز الانزيم سرعة التفاعل ثابتة. تمام؟ هيجي لك الجراف ده ويقول لك حدد لي نقطة التشبع اهي، يقول لك النقطة دي اسمها ايه؟ نقطة التشبع. يعني ايه نقطة التشبع؟ هي النقطة اللي عندها اقصى سرعة للتفاعل وكل ما نزود في تركيز الانزيم سرعة التفاعل ثابتة. طب مراجعة سريعة، الانزيمات قلنا بتتكون من ايه؟ من بروتينات ومن حاجة تانية مهمة معاها المية. المية اللي هي ايه؟ H2O. يبقى في مية في شغل للانزيم، مفيش مية في الشغل للانزيم. تمام؟ يبقى الميه موجوده الانزيم فل وهيشتغل 100 100، الميه مش موجوده يبقى الانزيم مش هيشتغل. ده هنستفيد منه بايه؟ يقول لك بقى ان انا لما باجي بخزن الفاكهه بجففها، بعمل لها عمليه تجفيف. يعني ايه تجفيف؟ يعني بنزع الميه منها. طب ليه؟ عشان ما يبقاش فيه انزيمات. بمعنى يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ لا يحصل كتير جدا. اقول لك ان البكتيريا بتشتغل بانزيمات تبوظ لك الفاكهه، تضرب، تعفن. يبقى اذا سبب العفن هو شغل الانزيمات. مفيش انزيمات مفيش عفن، مفيش بكتيريا شغاله. طب وانا امنع الانزيمات تشتغل ازاي اصلا؟ مفيش ميه. فهمنا الحته دي؟ سؤال: يمكن تخزين الفاكهه والخضروات المجففه لفتره اطول من الفاكهه والخضروات الطازجه دون فسادها. يرجع السبب للحالتين معا. يعني هنختار اجابتين. 1. تباطؤ عمل الانزيمات عند نقص الماء، ده وش معانا. حدوث نشاط سريع للانزيمات عند خفض درجة الحرارة، بس ما نعرفش. إمكانية عمل الانزيمات خارج وداخل الخلايا. حدوث تطابق بين الانزيم وجزيئات المتفاعلات. تأثير تركيز الانزيم على نشاطه. دلوقتي احنا معانا تباطؤ عمل الانزيمات عند نقص الماء. تمام؟ اقول لك بقى ان الانزيم يقدر يشتغل خارج وداخل الخلايا. ايوه يقدر يشتغل جوه الخليه ويقدر يشتغل بره الخليه برضك. تمام؟ طب امتى يقدر يشتغل جوه وبره لو في ميه اساسا؟ واحنا قلنا لك ان هي فاكهه مجفف، يبقى لا هيقدر يشتغل لا جوه ولا بره. يبقى امكانيه عمل انزيمات خارج وداخل الخلايا دوت برضك نقطه من النقطتين. تمام؟ اهم كيرف او جراف عندنا التاثر بدرجه الحراره. التاثر بدرجه الحراره ده حاجه مهمه جدا. عندنا درجه الحراره بالسيليزيوس نشاط الانزيم لقيناه عمل كده. تمام؟ قال لك النقطه دي هي اكبر نشاط للانزيم. ايه تاني؟ معلش، ادي اكبر نشاط للانزيم، ما عليناش عن الحته دي. اذا ديت اسمها درجه الحراره المثلى. اسمها ايه؟ درجه الحراره المثلى. تمام؟ درجة الحرارة المثلى ديت في بعديها احتمالين. احتمالية ان انا اقلل عن درجة الحرارة المثلى، احتمالية ان انا ازود عن درجة الحرارة المثلى. درجة الحرارة انا كده بقرب من الصفر، يعني كده بقلل، كده بزود للنهاية، يعني كده بزود. تمام؟ لو انا قللت درجة الحرارة عن الدرجة المثلى اقل بنشاط الانزيم. لو انا زودت درجة الحرارة عن الحرارة المثلى هقل بنشاط الانزيم. ولكن في فرق، لما باجي بقل بدرجة الحرارة عن المثلى درجة النشاط بتقل بتاعت الانزيم، ولكن يقدر يرجع تاني. لو عملت كده يعني يقدر يرجع ويروح تاني لحد درجة الحرارة المثلى. ولكن هنا كل ما ازود بقل، بس كل ما ازود في درجة الحرارة بقل بس في نشاط الانزيم، ما ينفعش ارجع تاني. يعني انا دلوقتي درجة الحرارة المثلى وصلت لها. يعني ايه درجة الحرارة المثلى؟ هي درجة الحرارة اللي عندها الانزيم وصل لأقصى نشاطه. تمام؟ قللت عنها نشاط الانزيم هيقل، زودت تاني نشاط الانزيم هيزيد. تمام؟ لكن جيت عند درجة الحرارة المثلى ورحت مزود بقى، نشاط الانزيم هيقل، فضلت مزود نشاط الانزيم قاعد يقل جامد. طب ماشي، ارجع. طيب ارجع، نشاط الانزيم برضك زي ما هو بيقل، مش هيرجع يزيد تاني. فهمت؟ تمام؟ ده كده الثلاث كيرفات دول هم عماد الايه؟ الشابتر كله. هيجي يسالك في الكيرف ده كذا سؤال. يسالك ايه اللي هيحصل لو رجعت عن درجه الحراره المثلى 5 درجات وبعد كده زدت 5 درجات؟ هوصل لنفس درجه الحراره المثلى عادي جدا. ايه اللي يحصل لو درجه الحراره المثلى زدت عليها 5 درجات وبعد كده رجعت 5 درجات تانية لدرجه الحراره المثلى؟ الانزيم مش هيرجع لنفس نشاطه، الانزيم هيقل وهيفضل بيقل. تمام؟ ليه؟ عشان انا زودت
ولما بزود بقل ومش برجع تاني، لكن لو بنقص بقل بس لو رجعت تاني هرجع تاني عادي. تمام؟ ده كده سؤال مهم جدا. السؤال التاني هجيب لك كيرف واقول لك حدد لي فين درجه الحراره المثلى، هجيب عند القمه وانزل واشوف هيديني كام. يعني مثلا لو عملت ده كيرف تاني اهو، هقول لك مين فيهم اللي درجه حرارته المثلى اعلى من التاني، اي دوت هنا هو كده درجه الحراره المثلى اعلى من التاني. طيب هجيب لك مثلا سؤال زي كده واقول لك حط لي الصادات والسينات، دوت درجه الحراره بالسيليزيوس نشاط الانزيم. تمام؟ سؤال تاني بقى هو علاقه التاثير بالبي اتش. يعني ايه بي اتش اصلا؟ حلو قوي. البي اتش ده هو زي السكيل اللي موجود قدامك كده، دوت بيوضح لك كميه الهيدروجين او ايون الهيدروجين اللي موجود في المحلول او موجود في المركب معايا. اوكي، وانا استفدت ايه؟ انا مالي بمحلول الهيدروجين؟ لا يا سيدي، ايون الهيدروجين ده مهم جدا جدا جدا، هو اللي بيوضح لك كميه الحمضيه والقاعديه اللي موجوده في المركب. البي اتش ده عملنا له سكيل. سكيل يعني تدريج من 0 ل 14 بالنسبه لايون الهيدروجين وايون الهيدروكسيد اللي هو الاو اتش. لو انا عندي من 0 ل 7 انت كده في المناطق الحمضيه، من 7 ل 14 انت كده في المناطق القاعديه. تمام؟ كل ما بزيد من 0 ل 7 الحمضيه بتقل، كل ما بزيد من 7 لكام؟ من 7 ل 14 القاعديه بتزيد، و7 بالظبط كام؟ متعادل الميه. تمام؟ لو جيت قلت لك 7.3، لا ده 7.3 حاجه في العلم اسمها سلايتلي الكلاين، مش عليك، ولكن هي اعتبرها ان هي ايه؟ قاعديه. طيب لو 6.9 ده كده حمض، هتقول لي حمض قوي جدا. لا، حمض ضعيف. قلت لك ان هو من اول 7 وانت نازل السكيل اهو يا شباب، ادي 7 تمام متعادل لحد 14. تمام؟ السهم ده يعني كل ما امشي في اتجاهه القاعدي تزيد، قاعدي. السهم ده كده كل ما امشي في اتجاهه لحد الصفر ماشي يبقى حمضي، الحمض بيزيد. تمام؟ والسبعه ديت متعادل. لو انا عندي البي اتش 1 يبقى ده حمض قوي جدا. طب البي اتش 4 ده حمض ايوه اقوى من الواحد، 4 ما يكون 1، لا الواحد اكبر من الاربعه في الحمض في البي اتش. طيب انا هنا البي اتش 8 ده قاعدي، طب بي اتش 10 ده قاعدي اكبر. فهمت؟ يبقى الفكره في الحته دي اوعى تتلخبط، القاعدي تمام ماشيه مع المظبوط، الحمضي لا اوعى تتلخبط. البي اتش 1 ده حمضي قوي جدا نار، بي اتش 6 ده حمض خفيف جدا. تمام؟ اديك امثله على الانزيمات اللي بتشتغل في البي اتش. المثالين موجودين في المعده. انزيم البيبسين نكتبه هنا هوت بيبسين. البيبسين ده موجود في المعده. يا ربي طالما انا كتبته هنا بيشتغل فين؟ حمضي، وحمضي قوي جدا من 1.5 ل 2.5، صعب جدا. طيب والقاعدي تربسين دوت موجود في الامعاء الدقيقه، بيشتغل فين؟ يشتغل في الجزء القاعدي، بي اتش قاعدي من 7.5 ل 8. تمام؟ الانزيمات بتشتغل فين؟ بتشتغل في الجزء اللي هو المتعادل اللي هو الكلاين خفيف جدا. ليه؟ سؤال مهم جدا. يقول لك معظم الانزيمات بتشتغل 7.4. ليه؟ علشان هي عباره عن ايه؟ بروتين. سماها لي بروتين كده كان بيتكون من الحمض الاميني شكله عامل ازاي؟ كربون في النص، COOH حمضيه، وNH2 امين قاعديه. فالحمضي وقاعدي يدينا حاجه متعادله، صح ولا غلط؟ تمام. هيديك على البي اتش ده مثال زي الجراف اللي هنا كده، ويقول لك مثلا ده نشاط الانزيم، بس بدل ما يحط لك هنا درجه الحراره يحط لك البي اتش ماشي، وفي النص 7 من 0 ل 14. انت بقى هتعمل ايه؟ تشوف درجه الحراره المثلى تنزل تشوفها كام. لو 6 مثلا يبقى الانزيم ده بيشتغل فين؟ في البي اتش الحمضيه. دوت تنزل بالنشاط الانزيمي الامثل، تنزل لقيته مثلا 9 يبقى ده بيشتغل فين؟ في بي اتش قاعديه. تمام؟ يعني الكيرف ده او الجراف ده يقدر يجيب لك عليه درجه الحراره ودرجه الحراره المثلى، يقدر يجيب لك عليه البي اتش ونشاط الانزيم. تشوف نشاط الانزيم الامثل تنزل تشوف البي اتش هنا كام وتكتبها. تمام؟ الكيرفات ديت مهمه جدا 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 جدا.
مش مستوعب حاجه عيد الفيديو، عصلجت معاك اكتب لي تحت في الكومنتس، وباذن الله المراجعه اللي جايه خطيره. وبعد المراجعه هيكون في حلقه عن حل اسئله كتاب الامتحان على كل الدروس ديت. باذن الله نخش في شابتر 2 ونعمل احلى شغل باذن الله. مستني دعمكم علشان انتم مقصرين معايا الفتره ديت. شير ولايك وسبسكرايب. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.